السلام عليكم. اليوم معكم شهيوة طراشة، جيناكم بوصفة جديدة ان شاء الله. تفاية بالزبيب. نبداو ان شاء الله. عندنا 4 كيلو ديال البصله مقطعه شرائح رقيقه. كناخذوا بصله صغيره كندقوا فيها قرنفل كامله، كنديروا فيها 4 حتى 5 الورقات ديال الورد، كناخذوا كاس زيت ديال العنبه، كناخذوا شويه الملح لان غتكون فيها الحلاوه، ما خصناش نكثروا الماء. كنزيدوا 4 معالق ديال الزعفران العادي، واللي عنده زعفران الحر يديرو. من بعد نكملوا بقيه المقادير وغادي نسد عليها. راه ما كنزيد فيها لا ما لا حتى شي حاجه، هي كتلقمها لراسها. كنحيدوا هاد البصله هادي، كنزيدوا كيلو ديال الزبيب كنغسلوه مزيان وكنخليوه شويه في الماء. كنزيدوا شويه ديال الزعفران الحر، كنديروا معلقه ديال القرفه كبيره، كنديروا شويه الكوزه كنحكوها. دابا غنسدوا عليها يطيب الزبيب واحد شويه، ومن بعد نحلوا عليها ونزيدوا ليها السكر. حنا لقينا الزبيب طاب، حنا غنزيدوا سنيده، كنديروا زلافه على حسب الذوق. نقدر نزيد، نقدر نكتفي بهذا القدر. دابا كنردوا على عافيه مجهده وكتبقى عينينا عليها شي شويه، ونجيو نقصوا المرقه باش نمرقوا بها المرقه ديال الكسكسو ديال التفايه ان شاء الله. غنوريكم هاد المراحل ان شاء الله. دابا كناخذوا المرقه كنقصوها وكنصفيوها في الصفاي حتى كنقصوها كامله، عاد كنبقاو نشحروا. القياس اللي حيدنا ديال المرقه غادي نحتفظوا به حتى نمرقوا به المرقه ان شاء الله. والكوكوط ما كنحبسوش عليها من التحراك، وتكون العافيه مجهده شويه، وما تغفلوش عليها، ما تغفلوش عليها. ها هي من بعد ما كنبقاو نحركوا تتولي لكم بحال هكا. ان شاء الله نشوفوها في طبق التقديم. هاد التفايه ديالنا وجدات. الا عجبتكم ديروا لي جيم وبارطاجيوها مع الاصدقاء، تابوناو معايا في لاباج ديالي، جربوها ما غتندموش.